السلام عليكم ورحمة الله. في البداية حابين نسأل سؤال، هو ليه لو موقع شكله كويس، موقع احترافي فيه animations كويسة، بس لمّا تيجي تبُص على نسبة التحويلات تلاقيها مش زي ما أنت متوقع، مش زي المتوقع من الويب سايت، عشان ده غالبًا بيحصل مع كل الناس، نسب التحويلات دايمًا تلاقيها تحت المتوقع للbusiness نفسه، فالمشكلة دي غالبًا ما بتبقاش في إن الإعلان اللي باعت الزوّار هو فيه المشكلة، أو إن الزوّار نفسهم فيه المشكلة، هي غالبًا المشكلة بتبقى في الويب سايت نفسه. مواقع كتير هتلاقيها شكلها حلو من برّه، هتلاقي الanimation جميل، هتلاقي الsmooth في الحركة، هتلاقي كل حاجة أنت محتاجها كvisuals، بس لمّا تيجي تبُص على الCRO أو الconversion optimization هتلاقي نسب التحويلات مش بتوفّي حقّها. ليه؟ لإن الويب سايت نفسه مش بيقدر يقنع الزائر بالرسالة اللي هو عايز يوصّلها له. أو إن هو مش بيقول له المفروض إن أنت تعمل إيه، في أول 5 ثواني، الزائر بييجي في أول 5 ثواني، المفروض إن أنت لمّا تيجي تصمم الويب سايت بتاعك، تصممه على أساس إن الزائر لمّا يخش قدامه 5 ثواني عشان أقدر أجاوب على 3 أسئلة، ال3 أسئلة دول اللي هو الشركة دي بتعمل إيه، الشركة دي ممكن تفيدني إزاي، طب أعمل إيه لو أنا عايز أستفيد من الخدمة أو الخبرة اللي بتقدمها الشركة، عشان كده دايمًا في كل الweb sites اللي بنقابلها أو اللي بنشتغل عليها، هتلاقي دايمًا في 3 أخطاء بيدمّروا مبيعات الموقع. ال3 أخطاء دول لمّا نيجي نبدأ في web site لازم نبُص عليهم في الأول خالص عشان نعرف إذا كانوا هم يعني موجودين أو مؤثّرين بشكل واضح على الweb site والّا في مشاكل تانية زي الsite نفسه الsite optimization مش الconversion optimization اللي هو تضبيط الweb site كperformance وكtechnicals. لكن لمّا نيجي نبُص على ال3 أخطاء دول، أول حاجة إن الرسالة ما بتبقاش واضحة، رسالتك في الweb site ما بتبقاش واضحة، زي ما قُلنا هم 5 ثواني، لو ما جاوبتش على ال3 أسئلة مش هتقدر توضّح الرسالة للعميل، مش هتقدر تقول له أنت بتبيع إيه أو هتفيده إزاي. عشان كده مهم إن الرسالة في الheading بتاع الweb site وفي الsub-heading بتاع الweb site تكون واضحة جدًا، جدًا وتبين له أنت بتعمل إيه وهتفيده إزاي. تاني حاجة إن دايمًا لمّا تيجي تخش أي web site تلاقيه بيتكلم خبرتنا، رؤيتنا، قيمنا، فريقنا، الكلام ده كله جميل جدًا، بس العميل لمّا بييجي يبُص عليه بيقول طب أنا هاستفاد إزاي من كل الحاجات دي؟ يعني أنا فين الاستفادة؟ أنا فين الرسالة اللي أنا متوجهة لي؟ ماشي أنا فهمت الرسالة. بس حاسس إن اللي بعد كده ما فيش كلام متوجه ليّا أنا شخصيًا، العميل بأنانيته ما بيحسّش إن الموضوع خاص بيه هو، فبيبدأ إن هو يعني يحاول إن هو يبُص على الweb site بصّة وبعدين يمشي، لإن هو ما وجّهتهوش مباشرةً للي هو عايز يعمله أو هو اللي مفروض أنت عايزه يعمله على الweb site بتاعك. تالت حاجة ودي مهمة جدًا، جدًا، جدًا الCTA أو الcall to action أو توجيه العميل بحاجة واضحة يقدر إن هو ينفذها بعد ما يقعد في الويب سايت بتاعك، يعني أنت دلوقتي لمّا تيجي تقول له آآ CTA ما تكونش واضحة بشكل معيّن، أنت الCTA بتاعتك تكون مثلًا إن هو تواصل معنا، آآ جرّب الآن، على حسب الخدمة اللي أنت بتقدمها وعلى حسب المنتج اللي أنت بتقدمه. فال3 أخطاء دول أو ال3 حاجات دول لمّا تيجي تخش أي web site لازم لمّا تيجي تعمل audit أو تيجي تعمل إنّك أنت تراجع الweb site وتبُص على كل جزء فيه، ال3 أجزاء دول critical أو يعني نوع يعني دول مهمين جدًا في أي optimization للconversion بالذات في نقطة تحويل إن في زوّار كتيرة بييجوا للweb site بس الزوّار دول مش بيأثّروا معانا أو مش بيزوّدوا revenue أو مش بيزوّدوا الربح أو إلى آخره. فدول 3 أخطاء لازم تراعيهم في أي تصميم أنت بتشتغل عليه، وأنا إن شاء الله في خلال الدروس اللي جاية بإذن الله على قناتنا على اليوتيوب هابدأ إن أنا أوضّح الأخطاء دي، وهابدأ إن أنا هاشتغل شغل عملي وأورّيك إزاي إنّك أنت ممكن تتفاداها، وإزاي أنت ممكن تعدّل على الweb site بتاعك، بحيث إن هو يحوّل نسبة أكبر ويعلّي نسبة التحويل. فأنا إن شاء الله أتمنى إنّك أنت تعمل لايك وسبسكرايب للفيديو عشان تشوفنا إن شاء الله في الدروس القادمة، وشكرًا ليك والسلام عليكم ورحمة الله.